ديدبول هو النكتة اللي ما بتخلصش، السخرية المستمرة، والأكشن اللي ملوش حدود. أهلا بيكم في قناة مراجعات آدم. النهاردة أخيرا وبعد سنين من الانتظار بيجي الفيلم اللي كلنا بنستناه بقالنا كتير بجد، فيلم ديدبول أند وولفرين. وطبعا أول ما نزل الفيلم قررت إن أروح أشوفه في السينما، ولو أنت مش عاوز حد يحرق لك حاجة لازم تروح بسرعة تشوفه في السينما قبل ما تلاقي تفاصيله كلها مالية الإنترنت. وفي المراجعة دي أنا هتكلم بدون حرق عن القصة والأداءات التمثيلية وإيجابيات وسلبيات العمل من وجهة نظري، مع نقطة نقاش مهمة جدا لشيء سلبي حصل في السينما شفته وقت مشاهدتي للفيلم ده، وأحب إن أتكلم فيه مع حضراتكم بس في آخر الفيديو. لايك وسبسكرايب يا جماعة عشان ده فعلا بيساعدنا نكمل. ويلا بينا على مراجعة فيلم ديدبول وولفرين اللي بدون حرق. من البداية كده فأنا عاوز أتكلم عن مشهد الافتتاحية في الفيلم ده، وقد إيه هو كان مشهد افتتاحي مميز جدا قادر يخليك متحمس للفيلم من أول ثانية. المشهد ده تم تصميمه بشكل ممتاز، عجبني جدا إزاي كانت بتظهر أسماء صناع العمل ده باستخدام هيكل عظمي، ولو أنت كنت مركز كفاية هتعرف الهيكل ده المفروض بتاع مين. ها؟ بصراحة كان مشهد حلو جدا وكفيل يحمسك من أول ثانية للفيلم ويوجهك للمزاج العام اللي الفيلم ده هياخدك فيه. ونروح لقصة الفيلم. الفيلم ده بيتكلم عن عالم ديدبول اللي بينتهي بسبب موت وولفرين بتاع العالم اللي عايش فيه ديدبول، وبتقترح منظمة ما انهم ينقلوا ديدبول لعالم تاني موازي ويعيش فيه بطل من ابطال الافينجرز زي ما هو بيتمنى وبيحلم. لكن ديدبول بيقرر انه ما يسيبش العالم بتاعه ينتهي وبيسافر لخطوط زمنية وعوالم مختلفة علشان يستبدل لوجان اللي مات في العالم بتاعه بلوجان من كون موازي اخر. وده تفصيلا كده قصة الفيلم من غير اي حرق. فهل هيقدر ينجح ديدبول بقى في مهمته دي ولا لا؟ فده اللي هتشوفوه حضراتكم في السينما لما تروحوا تتفرجوا على الفيلم. ونيجي لعنوان مهم، العودة الى المستوى المطلوب. الفيلم ده جاي بعد سلسلة من الافلام السيئة جدا لشركة مارفل في السنوات الاخيرة من بعد اند جيم، والمستوى في انحدار حقيقي لدرجة ان الواحد ما بقاش يتفرج على افلامه. لكن الفيلم ده جاي علشان يغير اللعبة من تاني. ديدبول وولفرين جاي علشان يدي مارفل نفس جديد ويثبت انهم ممكن يرجعوا يتصاعدوا من تاني بقوة، وبصراحة اتمنى. ونروح للاداءات التمثيلية في الفيلم ده ونبدأ براين رينولدز في دور ديدبول. راين رينولدز رسميا كتب شخصية ديدبول باسمه، تمكن رهيب من الشخصية بجد، بقى زي ايرون مان اللي متقدرش تشوفه غير روبرت داوني جونيور، او لوجان اللي كلنا مرتبطين بهيو جاكمان وادائه للشخصية دي. رايان ما بيغزلش الواحد ابدا بصراحة، ودايما بيثبت انه يكون الاقدر بتقديم شخصية ديدبول، واللي فعلا بسببه بقت شخصية فريدة وممتعة. ديدبول هو النكتة اللي ما بتخلص، السخرية المستمرة، والاكشن اللي ملوش حدود. ونروح لاداء هيو جاكمان في دور وولفرين. اداء هيو جاكمان في الفيلم كان مذهل، لان عجبني جدا محافظته على هيبته والحالة المزاجية العنيفة اللي دايما بيظهر بيها، وده خلق ميكس رائع بينه وبين ديدبول، وخلاني طول الفيلم مستمتع بالشخصيتين اللي كل واحدة فيهم مختلفة تماما عن التانية. التفاعل بين الشخصيتين دول كان مذهل وخلاني قاعد متحمس جدا ومنتظر كل مشهد بيجمع ما بينهم. وولفرين احنا دايما شايفينه رمز للقوة والشراسة، الجدية اللي بتميزه بتعمل توازن مثالي مع طبيعة ديدبول اللي ما ينفعش يتقال عنها غير لفظ مسخرة، وده كان ممتاز جدا لجو الفيلم العام. ونروح بقى لاستخدام الموسيقى والأغاني. فاستخدام الموسيقى والأغاني كان عنصر مهم في الفيلم ده بجد. من أول مشهد في الفيلم استخدموا أغنية كاملة لإنسينج وهي باي باي باي، كان مشهد تحفة. إزاي عملوا القطعات بتاعة المشهد على الموسيقى وألحان الأغنية دي. الموسيقى فعلا قدرت ترفع الحماس والانتباه لكل اللي كانوا معايا في القاعة ومن أول مشهد، وخلت بجد التجربة السينمائية للفيلم ده أكتر متعة وإثارة، لأن كل مشاهد الأكشن بقت أكتر حيوية وديناميكية أقدر أقول بسبب الاختيار الممتاز للأغاني والموسيقى اللي اشتغلت في كل مشهد. فبصراحة برافو قوي. ونروح بقى للمؤثرات البصرية أو السي جي آي. السي جي آي في الفيلم ده يعتبر أفضل سي جي آي لفيلم من أفلام مارفل في السنوات الأخيرة، لأن بصراحة مارفل بقى لها فترة بتقدم مؤثرات بصرية سيئة جدا ونقدر نقول زبالة حرفيا. لكن في ديدبول وولفرين تم العناية بشكل كبير في استخدام السي جي آي. الفيلم ظهر بأفضل مؤثرات بصرية لايقة على الجو العام للفيلم، وده زاد طبعا من متعة المشاهدة. المشاهد القتالية والمؤثرات الخاصة كانت مذهلة وخلت الفيلم فعلا يظهر بشكل متميز بالنسبة لي. ونيجي بقى للنقطة اللي ما عجبتنيش في الفيلم ده،
وهي شخصية الشريرة في الفيلم. واحدة من العيوب بالنسبة لي كانت شخصية الشريرة، مش عشان كان تمثيلها سيء، بالعكس أدائها كان ممتاز، لكن استخدام شريرة عندها كل القوة المفرطة دي وخط سير الأحداث بتاعها يمشي بالشكل ده، فده كان غير مقنع ومش مبلوع بالنسبة لي. فرصة مهدرة ممكن، أو اختيار غير مناسب، لكن اللي متأكد منه إن عاوز أشوف الشريرة دي تاني في أفلام تانية. هي عندها إمكانيات إنها تكون من أخطر الأشرار في عالم مارفل بعد ثانوس، بس بشرط إنه يتفرد لها وقت علشان نشوف قوتها الحقيقية وإزاي أبطالنا ممكن يواجهوها. ونيجي بقى لأهم جزء، وهو نصيحتي ليكم علشان تستمتعوا بالفيلم ده. بصراحة الفيلم ده قدم كل اللي كنت متوقعه وأكتر. كانت المتعة فيه عالية جدا بالنسبة لي، وكانت تجربة سينمائية بالتأكيد حلوة، وعلشان تستمتع بيه زيي فلازم تتفرج على الجزئين اللي فاتوا لديدبول، وده أولا كده. ثانيا لو مش عارف قصة وولفرين وانتهت على ايه في فيلم لوجان، فلازم تشوف الأول كام فيلم للإكس مان وتشوف فيلم لوجان بعدها. وثالثا لو ما شفتش مسلسل لوكي فلازم تروحوا وتشوفوا، لأنك هتفقد الكثير من المتعة في الفيلم ده لو ما شفتش الأعمال دي. أما بقى لو عاوز تجربة كاملة تبقى فيها فاهم كل حاجة وتستمتع بيها بجد، فأنصحك تتفرج على أفلام بليدز ودريد ديفل وفانتاستيك فور القديم، وساعتها لما تشوف فيلم ديدبول وولفرين هتفهم ليه أنا كنت بنصحك بكل ده، وهتشكرني جدا بعد كده. وفي النهاية فيلم ديدبول وولفرين كان تجربة سينمائية ممتعة جدا بالنسبة لي، فيلم بجد مليان إثارة وتشويق، لأن الفيلم كان قادر يقدم مزيج مثالي بين الضحك والأكشن بين شخصيات احنا كلنا بنحبها، وبجد أرشحه لكم للمشاهدة وفي السينما. وتقييم الفيلم ديدبول أند وولفرين هو 8.5 من 10. ونقطة أخيرة عاوز أكلمكم فيها بره سياق الفيلم وبوجهها للسينمات وللأهالي. أنا كان معايا في القاعة أطفال يا فندم لفيلم المفروض إنه للكبار فقط، بسبب المشاهد العنيفة فيه والألفاظ والإيحاءات اللي كلنا عارفين إنها هتبقى موجودة في الفيلم ده، فإزاي سمحتوا لنفسكم إنكم توافقوا على دخول شباب صغير كده للفيلم؟ وبقول للأهالي برضو تابعوا أولادكم يا جماعة، شوفوا هما بيتفرجوا على إيه بس بدون ما تخنقوهم بمتابعتكم دي، لكن في نفس الوقت ما ينفعش تسيبوا لهم الحبل سايب قوي كده. وبس كده، ده كل اللي كان عندي وكنت عاوز أقوله عن الفيلم وعن الموقف اللي شفته في السينما يومها. لايك وسبسكرايب بقى يا جماعة علشان ده فعلا بيساعد إننا نكمل. وبس كده، سلام.